في سنة 2013 تم الاتفاق على فيلم الأكشن جدا قلب الأسد، وده بعد ما اتفقوا مع محمد رمضان كده ان هو يمضي على الفيلم ده بعد نجاح الفيلم المؤثر جدا بتاعه وهو عبده موتة. وقتها عبده موتة ده كان اول بطولة لمحمد رمضان تحقق نجاح كبير. فارس الجن اللي هو بطل الفيلم، وده بيعيش طفولة صعبة جدا، واكيد طبعا هتطلع طفولته مشردة ومعقد وهيطلع شخص صايع لان اللي رباه زينهم كابوس، بيفتري ويجيب الجنيه من بق الاسد، بس في نفس الوقت مش بيجي على حد مسن ابدا. بس مش فارس الجن اللي يفتري على حد مسن، بس في نفس الوقت هو مفتري جدا لحد بقى ما بيقع قرعته ان هو يسرق حرامي كبير قوي اسمه سليم الوزان. بس في حاجه عايزكم تفتكروها، هو ما بيجيش على حد مسن. وبرده كان عنده مقوله هو مقتنع بيها جدا كده، وهي الحرام بقى حلال شرعا او العكس تقريبا. يعني انا مش عارف جاب المقوله دي منين اساسا. عارف ان الزمن اللي احنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا، بس عشان هو حرامي شاطر بقى سليم الوزان اعجب بيه وقال له خد ياض انا همنجهك وهروقك وهطلعك وهنزلك. وما قالوش كده، ماشي ما علينا. وطبعا يا جماعه عشان فارس محترم هيوافق ان هو يشتغل مع سليم الوزان عادي. ايه فاكريني هقول ايه مش هيوافق؟ يعني هيوافق عادي. ومن هنا بقى بيبدا فارس في سكه الانحراف او الاحتراف، اي حاجه. من المشاهد المؤثره جدا بقى في الفيلم هي لحظه اكتشاف فارس والظابط عصام ان هما الاتنين ولاد عم. يعني تحس ان انت بتتفرج على فيلم كده لشاروخان واحمد باتشان. يعني انا مش عارف ايه اللي جاب احمد باتشان الهند، بس قشطه يعني. ولو تلاحظوا بقى ان فارس الجن كان في اي حاجه بيعملها كده لازم يدي مقوله، وهو بيسرق بيدي مقوله، وهو بيتوب بيدي مقوله، وهو طالع السلم بيدي مقوله، وهو نازل وهو بيسيب حبيبته بيدي مقوله. انا مش عارف في ايه بصراحه، يعني حكايه المقولات في الناس اللي بتعمل شخصيات الصيع يعني كلام راكب على بعضه. لازم يعني الناس في الشارع العاديين ما بيقولوش الكلام ده. انا مش فاهم بصراحه جابوا منين الحته بتاعت ان لازم مقوله عشان تبقى صايع. يعني عشان تبقى شبح كده لازم تقول مثلا ايه طريق كله تكاتك وميكروباصات، انما انا طريقي مسافرت ما فيهوش مطبات. وبالله في الاخر ان الاستاذ صبري فواز بيقف قدام شخصيه فارس الجن دي عشان يقتله، ولكن فارس الجن يعني ما بيموتش. حتى لو انت عطيته طلقتين في دماغه وطلقه في صدره مش هيموت برضه. ده كله ليه؟ لان فارس الجن اللي يفتري على حد مسن